معكم فاطمة آرت، اخصائية في تزيين العرائس، خبيرة تجميل. اليوم حلينا المحل ديالي جديد، كنرحب بكاع الناس. العروسة حنا كنتكلفوا بها دو A à Z، كتجي عندنا غير الحمام اللي ما كاينش، كتجي عندنا كنتكلفوا بالاستيتيك، لاكواف، الغولوكينغ ديال شعرها كله، وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للبرودوي تستعملوا واش ناتورال ولا كاين دي برودوي كاينين دي برودوي ناتورال، كاينين دي برودوي دي مارك بيان سور، حنا كلشي كنخدموا بلا كاليتي، دي مارك الكبار الحمد لله. بالنسبه عندكم شي محل اخر ولا عندي ديجا واحد المحل وهذا هو الثاني. لا الحمد بيان سور بيان سور الحمد لله. راه لي كومونتير ديال الناس كدوي علينا الحمد لله، لي ماغيي كيمشيو ساتيسفيت بخير. داكور. وبالنسبه كاين شفنا مثلا ان عندكم شي علامات ديال احمد سليمان. اييه هذاك اخي وصديقي ومدعمني الحمد لله في كاع هادشي ديال على الشعر، وعطانا لي برودوي ديالو كلهم، زعما لا يخطي عليا الصديق العزيز. أول شيء اليوم مبسوط كثير إنه عم شوفكم مرة تانية وثالثة، يمكن هذه المرة ال50 مع وجوه بالصحافة اللي بحترمها كثير واشتقت لها بصراحة. اليوم عم نفتح المركز بشراكة مع أنا برأيي فنانة بعالم الميك اب والعرايس. كونسبت عملت له كثير حلو. عملنا هذه الشراكة لنشتغل بالعناية مثل ما دائما بذكر، واللوك هي مسؤولة عن إطلالة للسيدات، وفكرة إنه العلاج صار قبل الإطلالة هو اللي نحن إن شاء الله كان الهدف الرئيسي. واليوم الحمد لله عم يكون الشراكة بمحلها. بصراحة لك أنا عندي البرودكت كتير مطلوب، والعناية بالشعر عندي مطلوبة بشكل كبير بالعالم. بالمغرب مثل ما بتعرفوا عندي كتير فروع. اليوم منطقة جديدة هون عم تتوسع بكازا، عم بحاول اوصل للكلاينت بشكل اسرع واسهل لا يستفيدوا من هذه الخبرة ومن هذه الخدمة. في المحل كبير، في عدة اقسام. بالنسبة للشعر هو الفوكس على البرودكتس وعلى الخبرة اللي عم حطها. لكن انا دائما عم طور المنتجات، ودائما عم يكون في عنا شيء جديد. حاليا عم بطلق لاين جديد، هو اختراع كمان حيكون ان شاء الله الشهر الجاي موجود بالمملكة العربية السعودية بالرياض، حيكون الانطلاقة تبعه. بس اليوم بشكل حصري عم بحكي على هذا الموضوع، وان شاء الله بورجيكم هذا الابتكار تبع البرودكت اللي هو عبارة عن دقيقتين وبيختفي من الشعر. مسؤوليته انه يضخ دايركت الاكسجين ببصيلة الشعر، مش للشعر، رحت اكثر شيء للفروة هلا، لانه عم تكون هي ميزان الصحة للشعر. قبل ما اعالج الشعر او اعتني فيها عم يكون في عندي مشاكل كثير ببصيلات الشعر وبالفروة، فهذا العلاج لها. إلهام القروي ممثلة ومغنية. اليوم حاضرة بصفتي كصديقة لفاطمة اللي اليوم كدير افتتاح المحل ديالها الثاني. ما شاء الله كنشوف الناس فرحانين بها، كنشوفها هي فرحانة بالعمل ديالها، فهذا إن دل على شيء فهو كيدل على أنها كتحب داكشي اللي كديرو وكتقنو، فكنتمنى لها التوفيق إن شاء الله. أنا ديجا تعاملت أنا وياها في واحد الشوتينغ، فما شاء الله عليها الخدمة ديالها زوينة.